ابتهال دائما بالشعر، واستنبط ذلك وأكد على ذلك من خلال المفردات الصور والمقاطع التي استشهد بها، ووعدنا بدراسة إضافية ننتظرها. الآن ماذا سيقول صاحب المواصفات أحمد فرحان؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم جميعا. والحقيقة أنا أعتقد لم يترك أستاذنا شيئا لنقوله، فماذا عسانا نحن قائلون. أعتقد أنهما قالا كل شيء تقريبا عن شاعر بحجم محمد الشحات. وإن كان من ظلم لمحمد الشحات، فأنا أعتقد أنه بدأ بالفعل في مرحلة الشباب وليس في أخريات الأيام. أخريات الأيام وانقضاء العمر والموت والأشياء التي ذكرها في أعماله، إنما من وجهة نظري هو نوع من أنواع التشبث بالحياة وبما فيها من جمال ومن رشاقة. فأنا أعتقد أنه شباب. أنا في مناسبات عدة كنت أزامل أستاذنا محمد الشحات في بعض مناقشة أعماله، فناقشته أكثر من مرة، أكثر من عمل. فأنا على دراية بما يكتبه وبما يقصه وبما يعانيه، لأن محمد الشحات أعتقد ترك مشروعا شعريا كبيرا يمكن للباحثين من بعده أن يتناولوا هذا المشروع الضخم بالدراسة وبالتحليل من زوايا ومن جهات مختلفة. فمن شاء أن يتناول عرض المسرحي في شعر محمد الشحات، الأسلوب القصصي في شعر محمد الشحات. أنا ذات مرة في ندوة تناولت الضمير عند محمد الشحات، وتتحدثت عن الضمائر في شعر محمد الشحات، ولماذا كان يقف عند ضمير الهوى أكثر من ضمير الأنا، وغياب إلى حد ما ضمير الأنا، أو غلبت وسطوة سلطان ضمير الهوى على شعر محمد الشحات في أكثر من مناسبة. لكن اليوم أنا معي كلمة نقدية بعنوان من شعر الاعتراف، والحقيقة أنا أختلف مع العنوان الذي وضعه. فلا يوجد اعتراف، لأن اعتراف كلمة قانونية إلى حد ما، ينطبق عليها القانون. حتى في الدراسات الروائية والدراسات السردية لما يقولوا أدب الاعتراف، فأنا أعتقد أن هذا الأمر يحاسب عليه القانون في كلمة اعتراف. أنا أعتقدها باوي، لكن أنا فضلت أن تكون الكلمة بقوتها وبجسارتها مقصودة. فأنا أدرك أن البوحة في الأدب هو أخف وطأة من الاعتراف، فالاعتراف أمر من وجهة نظري غير محمود لكن البوح والاعتراف كلاهما تعري للذات. وأصعب شيء أن يتعرى الإنسان أمام معاصريه. أنا أعتقد لو أن شعر محمد الشحات ده قبل 200-300 سنة فاتت، أعتقد سنكون أكثر جرأة في تناول موضوعاتي. أنا بدأت كلمتي بأنني مطمئن
تماما إلى أن شعر محمد الشحات يتميز بصفتين أساسيتين، أولاهما أنا سميتها عفوا يعني وضعتها بين قوسين الحنية، ولو أردنا يعني الفصحى نقول الحنين إلى كمل، إلى الشباب وهو شاب، إلى الذكريات الطيبة، إلى الفتوة، إلى ما شئت أن تقول. لذلك ستكثر كلمة يتذكر في شعره كما قال أستاذنا. هنجد ظهور الذكرى بمختلف الدلالات المتعددة لها. أعتقد أن شعر محمد الشحات يتميز بهذا الحنين. أنا وضعت كلمة حنية، حنية، ففي شعره عندما تقرأ له تشعر أنك أمام ضعف إنساني واضح. والحنية التي أستخدمها هي سمة من سمات الشعر العالمي، لأنها منبعها روح الشعر التي هي روح خفي أصل. فهذا هو شعر محمد الشحات، وما أهم سمة تتميز به أنه شعر يتميز بالحنين أو بين قوسين الحنية. الصفة الأخرى التي مرتبطة بالأولى في شعر محمد الشحات أنه قادر على أن يلتقط من فتات الحياة الأشياء التي تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة. صعبة شوية، أنا هعيدها تاني. طبعا هعيدها عن قصد لأنها كلمة صعبة وتحتاج دقة في التعامل معها. قلت الصفة الأخرى التي يتميز بها شعر محمد الشحات هو أنه قادر على أن يلتقط من فتات الحياة الأشياء التي تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة، أي نعرفها جميعا جيدا ولا نستطيع أن نجهر بها، لا هو ولا نحن. ترى ما هذا الشيء؟ هذا هو شعر محمد الشحات. إذا أمام سمتين من سمات شعر حديث، شعر أنا لا أسميه بالشعر الداعية، يعني الشعر الجهور، الشعر الخطابي، لا، شعر يقرأ بالروح، يقرأ بالنفس، يقرأ بالقلب. وإن وضع في قالب موسيقي صافي، يعني لو أنت وزنت قصيدة محمد الشحات عرضيا ستجد أنه يميل إلى البحور الصافية الهادئة ويبتعد عن البحور الصاخبة أو البحور المزدوجة أو البحور المركبة. لا، هو شعر في معظمه شعر صافي يتوائم مع نقاء روح محمد الشحات نفسه. إذن أكرر أنه يلتقط من الحياة فتات الأشياء التي نعرفها جميعا ولا نستطيع أن نجهر بها. هنجد أن محمد الشحات أنا من أول الناس الذين ظلموه، لأنني في أحد أبحاثي عنه قلت غياب شعر المرأة تماما عن محمد الشحات والاهتمام بالموضوعات العامة زي الموضوعات الوطنية، وزي حتى في أشعار عن الثورة وأشعار عن يناير وأشعار عن الوطن وأشعار عن الابن كان في ذهني غياب شعر المرأة. الحقيقة أنا كنت مخطئا. المرأة موجودة في شعر محمد الشحات بقوة. هذا اعتراف. بقوة. هذا اعتراف منك. وهذا بوح. تدينيش بداية. المرأة يعني أنا هقول بيت ذكره ناجي رحمه الله لما اتكلم عن صخرة الملتقى: قرأنا عليك كتاب الحياة وفض الهوى سرها المغلقة. طيب قرأنا كتاب الحياة فوق الصخرة، ماشي. طب وفض الهوى الحب السر المغلق، إذا يظل الإنسان مغيبا عن الوعي وعن كشف الأسرار ما لم يلتقي بالمرأة. فإذا ما التقى بها وفض كل منهما إلى الآخر هواه
فانكشف السر وظهرت الحياة على حقيقتها وبانت واتضحت ولم يعد هناك أسرار. قرأنا عليك على صفحة المدة، قرأنا عليك كتاب الحياة وفض الهوى سرها المغلق. إذا هناك في الحياة أسرار. محمد الشحات أراد أن يفك هذه الأسرار، فقال: حين وقفت على أعتاب كتاب الأسرار لكي أدخله، يا جرأتك، يا شجاعتك، أنت ترى السر مغلق، أنت ترى الكون حولك تقريبا كله أسرار، وأنت مصر على الدخول في هذه الأسرار وكشف هذه الأسرار. كي أدخله وأغلق بوابات الأسئلة وأنهار الحيرة، أنهي ما يختمر ويسكن قلب الصدر من الشك، وعلى مهل أفتح أول فصل عن أسرار الكون. أول سر في أسرار الكون هو سر النفس. هو قال: نظرت إلى نفسي وفي أنفسكم آية كنت أراني سر الأسرار. أدي أول سر كشفه، إنه هو نظر إلى الأسرار جميعا فوجد إن السر الأعظم هو النفس الإنسانية. إذا نحن أمام رحلة من الشاعر إلى دهاليز النفس الإنسانية بكل ما فيها من متناقضات، ونفس وما سواها فألهمها اليمين واليسار، الفجور والتقوى. إذا نحن أمام شاعر مغامر، لأنه أراد أن يكشف سر الأسرار، أراد أن يكشف النفس الإنسانية بكل ما تعانيه، بكل تموجاتها، بكل أسرارها، بكل كينونتها، بكل مزاياها، بكل عيوبها. ولن يخجل محمد الشحات من إظهار ضعفه أمام هذه النفس التي عبر عنها الله سبحانه وتعالى بأنها محيرة، وأنها في شيء من سر الأسرار كما عبر عنه. إذا هو بدأ الرحلة بأن يدخل إلى نفسه، فله قصيدة: أتوه بداخلي. هذه أول كلمة، أتوه، التيه، الضياع، التشتت، عندما ولج إلى ذاتي. أتوه بداخلي ما عدت أعرف كيف أرجعني إلى جسدي. انشقاق الروح إلى شيئين: شيء خارجي، شيء خارج النفس يريد أن يرده إلى نفسه. كيف أرجعني إلى جسدي ما عاد ينفضني البكاء. يا الله، أي ضعف إنساني أو أي قوة عظمى التي أجبرته وألزمته على أن البكاء لم يعد يقلقه أو ينفضه. القلب ما عادت به دقاته، انفرضت مواجعه، رأيتك ترتجي موتا فلن يأتيك، فلو للموت أجنحة ترفرفها هائمات لن تحط عليه. الفكرة الموت اللي ذكرها أستاذنا فكرة في منتهى العجب هنا. يعني تمنى الموت وأن يرفرف طائر الموت عليه ولن يحط عليه، لن يختاره. إذن هو عايش وهو حي وهو يقاوم كل شيء في الحياة. وهنا التحدي والإصرار، وأن الموت لن يغلبه حتى وإن مات حقيقة، فهو موجود وخالد بمشروعه، بأشعاره، بأفكاره، فأنا كان يحاول، ما زلت في كشف الأسرار عند محمد الشحات، كشف سر الحياة، كان يحاول أن ينجو من أسر هواه فأفرغ ما كان يخبئه. إذن هو لديه أسرار، هو لديه شيء يمكن أن يخفيه عن الآخر، فأفرغ ما كان يخبئه: لمسات أصابعها، رعشتها، رجفته، أحرفه حين يخالطها الخوف. الخوف اللي ذكرنا الأستاذ الدكروري صراحة بحث في منتهى يعني قيم جدا، وأنا استفدت منه شخصيا، لأنك تناولت الخوف من أكثر من جانب ووضعته في نصاب صادق. إذا أنا أصل من هنا إلى أن مشكلة محمد الشحات تكمن، وهو عبر عن ذلك، في لغته السرية. لذلك له قصيدة بعنوان: دعوني أبوح في لغتي.
يعني نتأمل كلمة دعوني، يعني هناك قوة أخرى تطالبه أن يصمت، أن يسكت. دعوني، اتركوني. فكلمة دعوني أعتقد أن بها حوار نفسي رهيب، صراع مع الذات. هو يريد أن يقول والنفس ترده وترجعه، ولكن هو يتغلب في النهاية يقول دعوني أكشف السر. السر في لغتي، في اللغة المغلفة بالأسرار. تمرون في لغتي فهل تتركون الحروف على حالها؟ فلن ينفع الضم للكسر ولا النصب للفتح، لن يصبح الفعل فاعلا أو يحدث الفعل، ستبقى الحروف مغلفة بأسرارها. إذا اتركوني مع لغتي الخاصة. وهنا لكل شاعر حقيقة لغته الخاصة. المتنبي له لغته الخاصة، صلاح عبد الصبور له لغته الخاصة، عبد المعطي حجازي له لغته الخاصة، محمد الشحات له لغته الخاصة، له أسراره يخفيها داخل حروفه. هو نص على ذلك. إذا محمد الشحات أراد أن يعترف بأن لغة الشاعر محفوفة بالمخاطر والأسرار، لأنه قرر أن يبوح أو قل يعترف. والكتابة نوع من البوح والفضفضة، وتنفيس عن الصدر الذي يمر بهموم شتى. والكتابة بهذا المفهوم نوع من التعري، والتعري أمام المعاصرين والأنداد انتحار. أكرر، التعري أمام المعاصرين والأنداد انتحار. لذا قلت في البداية لو أن شعر محمد الشحات قبل 200-300 سنة لتغير الوضع وتغير الأمر تماما. أنا عندما أتناول المتنبي وأبو نواس الآن غير ما أتناول محمد الشحات الآن. الشعراء المعاصرون الأحياء منهم لهم قداسة، لكن تزول هذه القداسة عند القدماء. أنا أستطيع أن أقول عن أبي نواس ما أشاء وما أريد أن أقول، فلن يحاسبني أحد. أليس كذلك؟ إذن أراد الشاعر في لغته أن يكشف سرا أو يحملها، وهذا بالأحرى أن يحمل لغته أسرارا، فيقول الوقت تأخر قم للنوم، فأبصد عينيه مخافة أن تنهره، وتذكر أطياف الفرحة. تذكر الذكرى بتاع أستاذنا لما قلنا إن الشعر محمد الشحات ينتمي إلى فكرة الحنين، أو بين قوسين اللي أنا عبرت عنها بالحنية. دايما في تذكر، ودايما يتذكر أو يعني يعرض موقفين، موقف أيام شبابه وموقفه الآن، ويقارن بينهما. وتذكر أطياف الفرحة إذ كان يروح إلى النوم، وسنينا مارس فيها كل شقاوته، احتد على خطوته كيما تسرع، كان يحس بأن الأغطية كأكفان تلتف عليه. قوة الألفاظ هنا ودلالتها، هو أراد أن يحملها أسرارا، فنحن نتعامل مع لغة مغلفة بالأسرار، وعلينا أن نفك شفرات هذه الأسرار. أنا لن أطيل عليكم، يعني فقط معي 3 ساعات فقط، يعني لن أطيل. إذا نحن أمام ظاهرة معضلة. الشعراء أو خليني أتكلم عن شعر محمد الشحات فقط. محمد الشحات شعر بضعفه الإنساني أمام قوة أعلى منه، وشعر أنه لن يستطيع أن يجابه ويقاوم هذه القوة، فهي أقوى منه، إذن هو ضعيف. الشاعر محمد الشحات شعر بالضعف الإنساني أمام الزمن، أمام المرض، بين قوسين وكلنا ضعاف أمام الزمن والمرض على سبيل المثال. يعني ليس محمد الشحات خارج السرد في هذا، بل هو معنا. كلنا ضعاف أمام قوة الزمن أو قوة المرض، فنظهر ضعفنا الإنساني أمام هذه القوى العظمى أو العليا أو التي هي أقوى من الإنسان. أنا لا يعنيني في الموضوع كله إلا ما الوسائل
التي اتخذها الشاعر لكي يجابه هذه القوى. هو ضعيف إنسانيا، ضعيف أمام المرض، أمام الزمن. فما الوسائل بين قوسين الفنية، بين قوسين الشعرية، بين قوسين التي ابتكرها هو لكي يجابه هذه القوى العظمى التي لا يقوى عليها بشر. ونرجع لمحمد الشحات. هنجد أول وسيلة دفاعية لصون النفس والحفاظ عليها هي إن محمد الشحات كان يرتد أو يهرب من الواقع. الوسيلة الأولى الهروب والارتداد والهروب من الواقع. مرة في الأحلام، يذكر الحلم في شعره أكثر من مرة وأكثر من رؤية. يعني مثلا: كيف يفقد الحلم رونقه عندما يصبح الصبح، فهل يتيح لنا الحلم، إلى آخر الأبيات. لكن أحيانا كان يحلم أحلاما غريبة. يعني يحلم إن هو مثلا نخلة كنت يطاولني الحلم حين يثور دمي أصير رطبا جليا، سألت أبي أين يختبئ الحزن والقلب ملتبس وتفور به النائبات، وكنت أنا نخلة باسقا لا الريح يطرفها ولا الطير يأوي لها، كنت أبحث عن مكمن الحزن في الصدر وأين تنام خزائن الدمع والوجد، أنا نخلة كان خوفي يذيب العراجين. حلم محمد الشحات في الأحلام لا ارتباط، لا زمان ولا مكان، وأحيانا لا شخصيات. يعني يمكنك أن تلقى في الحلم راجل مات من 100 سنة، أمر عادي، ويمكنك في الحلم أن ترى يعني ابنا بعد 100 سنة، ويمكنك في الحلم ألا تحدد فيه زمانا معين أو مكان معين. يعني هذا المكان مثلا شبرا أو الزقازيق أو المنصورة أو اسكندرية، لا تستطيع هذا خالص في الحلم. إمحاء الزمان وإمحاء المكان وإمحاء الشخصيات أيضا في الحلم وارد. فلذلك حلم بأن يكون نخلة. لماذا نخلة؟ حتى أنه يعني أعطاها شيء من رعشة النخلة، كانت شماريخه مثقلات وما هزني غير حزن الذي فاض بالصدر. الوسيلة الأولى للدفاع عن نفسه ضد نفسه هي كانت في الهروب من الواقع في الأحلام أو في صورة يعني يلقى حفيده أو يلقى طفل. كل هذا شيء يعني. الوسيلة الأخرى هي التقمص، والتقمص لا أعني به التقليد، لكن رجعوا دي أعمال محمد الشحات. الدكتور فارس موجود وعارف أعماله كاملة، هيعرف إن هو مرة يكتب قصيدة بعنوان الصوفي، أو زي ما مهرج السر، النجار، بائعة الورد، قارئة الكف، السقة، الساحر، الشيخ، عازف الناي، المغني العجوز أو الراجل العجوز. كل هذه القصائد والأعمال الفنية ما هي إلا أنه يتقمصها. يتقمص بائعة الورد، يتقمص النجار، يتقمص الدرويش، يتقمص الصوفي، لا يقلده. هناك فرق بين التقمص والتقليد. هو يتقمص الشخصية. تقرأ القصيدة من أولها إلى آخرها أنت أمام صوفي، أنت أمام بائعة الورد، أنت أمام نجار، أنت أمام. فهذا التقمص كان الوسيلة الثانية لكي يدافع بها عن ذاته من نفسه. الوسيلة الثالثة هي الكبت. والكبت إحدى آليات الدفاع النفسي اللاشعورية، لأن عدم إشباع الرغبات يؤدي إلى الشعور بالألم بدلا من اللذة، ويسبب الكبت يلوذ الشاعر فيها إلى نفسه. وهنا نجد تعنيف للنفس، للذات، تعنيف يجلد ذاته. يقول: نزعت فؤادي وعلقته على أستار بيتي،
لعل الطيور التي لم تعد تتمايل من شدوها تدغدغني وتسقط ما ظل يعلق بي. سأخلع ثوبي وأمكث في الطل حتى يأذن الله لي بأن أتطهر. تعنيف الذات وتأنيب النفس الإنسانية ده نوع من أنواع الكبت، يبدأ يعنف نفسه. وأنا كنت سميت الموضوع ده على فكرة التمرد السلبي، لأننا عندنا هناك نوعان من التمرد، تمرد إيجابي يعني ونشرب يعني وبالتالي لا تصالح، وحصل القصيدة المشهورة بتاعت أمل دنقل يعني لا تصالح فما الصلح إلا معاهدة بين ندين. ده تمرد إيجابي يعني تمرد واضح. لكن هناك تمرد سلبي فيه يمتد الإنسان إلى نفسه ويبدأ يعنفها ويجلد ذاته. هذا موجود بكثرة بالمناسبة في شعر محمد الشحات: سأخلع ثوبي وأمكث في الظل في الطل. أخلع الثوب وأبقى حتى يأذن الله لي بأن أتطهر. الحيلة الرابعة والأخيرة هي الإحباط، وهو يعني عرقلة تحقيق هدف من الأهداف التي يريد الشاعر الوصول إليها بصورة واعية أو غير واعية، وهو إحباط شخصي إذا عجز الشاعر فيه عن تحقيق هدفه بسبب عوائق فسيولوجية. وغالبا ما يحدث الإحباط عندما تكون الطموحات أعلى من قدرة الأفراد. يعني هو عنده طموح زائد وطموح عالي، لكن قدراته الجسدية لا تساعده، فيحدث له نوع من أنواع الإحباط. يقول: كنت أحاول أن أبحث عن سر ممارسة الصمت وزوجي، هل أدركني الخرس الزوجي؟ فما عادت نتف الكلمات تراودني كيما تكسر أسوار الصمت. كنت أراه يحيط بنا يطبق طبقته فيكاد يشق الصدر وينتزع الكلمات مني أو منها. أنا الحقيقة أمام شاعر عظيم جدا، أعتقد سيقف أمامه النقد الأدبي طويلا يحلل هذا المشروع الشعري الغزير والإنتاج الغزير الكثيف هذا، وموضوع السبعينية وموضوع شاعر السبعينيات. أنا أعتقد أن محمد الشحات شاعر وهو في مقتبل حياته الإبداعية، وأنا أنتظر منه فيضا من الأشعار أكثر مما قدم. وأنا أشكركم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمة الله. شاب كما توقعنا من ناقد المنصفات، فقد أنصف الرجل ورد عنه هاجس الاجتهال.